يا بيه احنا نخض ما نتخضش. احنا نخض ما نتخضش. طاسة الخضة دي تخليها لك. انا بيه بفضل الله يعني بكل تواضع احنا نخوف ما بنخافش. اللي عنده رصيد واللي مسنود على بطولات ما يخافش من حاجة. يا بيه انا في أسوأ حالاتي انا بيه ابن بيه. انا وانت فاكرني ان انا ما جيتش، انا بيه ابن بيه. انا وانا حاطط رجل على رجل وانت مش متخيلني ان انا موجود في البطولة، انا بيه ابن بيه يا بيه. ربنا قسمها لي كده، قسم لمنتخب مصر الهيبة، وقسم لمنتخب مصر القدرة، وقسم لنا مع اللقطة الأولى في أول باص ركابهم بتخبط على الجيران، ركب كوت ديفوار بتخبط على الجيران من أول لمسة. أقسم بالله وأنا بتفرج على الماتش خلاص بتاعتنا. عمل له كده في أول لقطة حمدي فتحي، إمام عاشور، روح يا مرموش الأول في أول دقايق. سيناريو ولا في الأحلام تخاف منه شوية، تقلق شوية، تقول لأ أصل هيضغط. رجالتنا رجالة، رجالتنا جدعان. مباراة أدارها الكابتن حسام حسن على أفضل ما يكون، وسيناريو مفيش ولا أحسن ولا أجمل ولا أعظم من كده. هنا كتابة تاريخ حقيقية لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة. أجمل ما في منتخب مصر التركاية اللي أنت عمرك ما تاخد بالك منها في أفريقيا، اللي موجود عند منتخب مصر مش موجود عند حد تاني. احنا البطولة في دمنا، بتجري في دمنا، بتجري في عروقنا. نيجي البطولة وانت تفتكرنا مش موجودين، بس فجأة مرة واحدة تلاقينا موجودين. تستبعدنا خالص خالص، جايز تتريق علينا، جايز من جوانا تلاقي ناس تقول والله بس احنا فين وكوت ديفوار فين. بس لا حاسب، حاسب يا جدعان. احنا في الجمودية جامدين، احنا وقت الشدة جامدين، احنا في حطنا في الحاجات الصعبة دي كده تلاقي اللعيبة من كل حتة ومن كل مكان. النهاردة كل لعيبة مصر رجالة، من اول الشناوي لحد محمد صلاح، بمرموش، برامي ربيعة، بحسام عبد المجيد، بمروان عطية، بكل الاسماء، مش بفتوح، كله النهارده، كلهم النهارده نجوم. عجبني قوي هذه الرحلة اللي قطعها الكابتن حسام حسن مع الكل. رحلة اتولدت قدام عينينا كلنا وشفناها. رحلة ما بين ناس كتير عايزة الكابتن حسام حسن يجي مدير فني لمنتخب مصر، ثم يمر بمرحلة من مراحل التشكك والتشكيك، هو هيقدر ولا ما يقدرش، فنكمل